الثانوية العسكرية يوجد بها 4 لجان رجال، وأكد على التأمين الكامل لجميع المقار واللجان بمحافظة دمياط والتعاون التام بين رجال الجيش وقوات الشرطة. حتى الآن العملية تسير بشكل منظم بشكل هادئ، لا يوجد شكاوى، لا يوجد مشاكل، لا يوجد أي معوقات تعيق سير عملية الاستفتاء في يومها الأول. المشهد الحقيقي الأكبر اللي هو هذا الإقبال اللي احنا شايفينه في عدد كبير من المحافظات، هذا المشهد مش هو المشهد اللي الجزيرة عارضاه. الجزيرة عارضة شيء تاني خالص، الجزيرة شايفة شيء تاني خالص، الجزيرة عينها مختلفة تماما. شايفة مفيش جمهور بيروح. حضرتك في المرة اللي فاتت كان الطابور بيوصل كيلومتر كيلومتر، الآن مفيش. لو لقيت 5 واقفين قدام مدرسة هذا أقصى رقم، أقصى صورنا احنا الخاصة أكبر مجموعة واقفة لم تزد عن 5 أشخاص، لكن اللجان خالية تماما. الصحفيين ممنوعين من الدخول، المراقبة الداخلية ممنوعة، دوليا ومصريا وعربيا. لا يوجد مراقبين دوليين ولا محليين ولا مصريين، وكل هؤلاء منعوا من الدخول، والصحفيين ممنوعين من الدخول. نحن نراقب من الخارج فقط. دي مشاهد الجزيرة. هم غالبا شايفين بلد تانية او شايفين مكان تاني. اوريكم بقى صورنا ال5 اللي امام. وروني الطوابير يا جماعه، وريني يا ميدو الطوابير لو سمحت. ال5 اللي امام اللجان، وريني بقى 5 فين. انا عايزه اشوف الصور، انا مش هتكلم، انا عايزه اشوف الصور. ورينا يا ميدو فول كادر. 5 امام اللجان. طيب لحد ما يعني افتح لنا الصوره. صوره اهو، ادي الصوره على يسار الشاشه اهو، وعلى يمين الشاشة كل الويندوز دي بتقول لك ادي المشهد. 5 امام اللجان. ده فين يا جماعة؟ ده السويس. ادي اللجان. لجنة تانية بس ده شكله في الشارع، دي مش شكلها لجنة. ادي لجنة بس لجنة واضح انها برضو مش مليانة. بتحطي نفسك في مواقف بايخة. نذهب الآن إلى إحدى اللجان بالإسكندرية لبعض الصور قبل قليل. ما الذي حدث هناك؟ نعرض لها ثم نعود للتعليق. تعلم بقى ماشي. ايه؟ يعلم بس اهو القلم جوه هناك اهو. ورا 836 موافق كده. موافق يعمل صح يعني. ايوه انا صح. انا خلاص انت خلصت قدمت خلاص. لا ليا حق تصويت ازاي؟ انا بسالهم بيقولوا لي اللي بره مش. ايوه خلاص جوه كانوا بيقولوا لي خلاص. تعلم بقى ماشي. ايه؟ يعلم بس اهو القلم جوه هناك اهو. ورا 836 موافق كده. موافق يعمل صح يعني. ايوه انا صح. خلاص انت خلصت قدمت خلاص. لا ليا حق تصويت ازاي؟
انا بسالهم بيقولوا لي اللي بره مش ايوه خلاص جوه، كانوا بيقولوا لي خلاص ايوه. إذا مشاهدينا الكرام، كما تابعنا في هذه الصور من إحدى اللجان بالإسكندرية، هناك من يوجه أحد الكبار، أحد الرجال المسنين الكبار، بالتصويت على نحو معين، وطبعا كما ظهر في الصور على التصويت بنعم على التعديلات الدستورية، وهذا مخالف للقواعد التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، والتي جاءت في إحدى نصوصها أنه لابد من التأكد من عدم وجود دعاية تحث الناخبين على التصويت على نحو معين، والتنبيه على رئيس قوات التأمين اتخاذ اللازم نحو إزالة أي منها إن وجد، سواء داخل المقر الانتخابي أو في محيط 200 متر. يعني هذا إن كان هناك دعاية في الخارج أو في محيط اللجنة بنحو أو في الجمعية الانتخاب اللي هي الفناء بتاعة المدرسة في حدود 200 متر، هذا مخالف وفقا لقواعد اللجنة العليا للانتخابات. ولكن ما شاهدناه هو توجيه أحد الناخبين بالتصويت بنعم على التعديلات الدستورية. ما هو تعديل؟ لا مش عليه، بس خليني اقول انه المشهد العبثي اللي بيحصل النهارده انه واحد زي حمدين صباحي النهارده راح يدلي بصوته في اللجنه الانتخابيه بتاعته، ما لقاش اسمه في كشوف الناخبين، ما لقاش اسمه، ما لقاش اسمه. حمدين صباحي ما لقاش اسمه، حمدين صباحي ما لقاش اسمه في كشوف الناخبين، ده بحسب صحيفه الاهرام، موقع الاهرام، وبالبحث عن اسمه في كشوف الناخبين لقى انه اسمه متسجل في كشوف الناخبين في مدينه جده في السعوديه. مدينه جده، يعني ده من العبث يعني اللي بيحصل في البلد. يعني واحد مش عايز حد يصوت وعنده الاسامي وهيلعب فيها زي ما هو عايز، بس اللي عايز في كرداسة. أميرة، إيه الوضع في كرداسة عندك؟ الوضع إن كان في اشتباكات كبيرة جدا بين الشرطة. كبيرة جدا قد إيه يعني يا أميرة؟ يعني إيه كبيرة جدا؟ يعني الاشتباكات كانت في اشتباكات قوية من قوات الشرطة وبين الإخوان المتظاهرين اللي طلعوا. علي صوتك يا أميرة لو سمحتي من فضلك. الاشتباكات كانت كبيرة جدا ما بين قوات الشرطة وما بين الإخوان اللي طلعوا الصبح عشان يرفضوا التصويت. كانوا عايزين يوقفوا التصويت فين يا أميرة؟ في أنهي مدارس؟ في مدارس ناهية. والجيش أعتقد تدخل وفتح المدارس دي. كانوا في ناس مقاطعة الدستور. نعم. التصويت. هم وقفوا فترة طويلة شوية قدام مدرسة. فده أدى إن قد إيه عددهم يا أميرة؟ كان عددهم كبير جدا، كانوا حوالي مئات. أميرة حبيبتي، مئات ده مش كبير جدا، مئات ده عادي يعني، احنا مش بنشوف آلاف. بالنسبة لقرية صغيرة كان عددهم كبير. فهم راحوا ووقفوا قدام اللجنة فترة طويلة، فالشرطة ألقت عليهم قنابل غاز، وتطورت بعد كده الأحداث، فلأنهم حرقوا إطارات السيارات وحصلت بينهم اشتباكات، هم بيضربوا بالطوب، والشرطة ضربت بالخراطيش، ومؤخرا ضربت بالرصاص الحي. الشرطة انت شفتيهم ضربوا بالرصاص الحي؟ مين اللي ضرب بالرصاص الحي، الشرطة ولا المتظاهرين؟ الشرطة وانت شفتيهم نظروا طيب معلش يا أميرة، أنا مش متأكدة، انت شفتي يعني فحصتي الرصاص الحي؟ شفت الإسعاف وهو داخل، وأخد حالتين كانوا ضربوا بالرصاص الحي، والحالتين دول دلوقتي وصلت أنباء من الأهالي بتاعتهم إن هم توفوا.
طيب احنا بس عايزين نشيك على ده من مصادر الامن، ان اكيد اميره انت ما تعرفيش ايه الفرق بين الرصاص الحي والرصاص الخرطوش، فيعني نرجو انك يبقى في الحالات بتقع قدامي، الحالات وقعت قدامي، الخراطيش اللي خدوا بالذات بالخراطيش وكانوا قدامي، والناس اللي اتضربت بالرصاص الحي انا شفت الاسعاف وهو بيضلهم. شكرا اميره شحاته مراسله اليوم السابع في كرداسه. المشهد في مش منقسم على فكره، المشهد فيه اقبال كبير، وزي ما قلنا لكم في بعض الاشتباكات. مدارس ناهيه اللي اميره كانت بتتكلم عليها اعتقد ان الجيش فتحها منذ قليل، لكن المشهد الحقيقي الاكبر اللي هو هذا الاقبال اللي احنا شايفينه في عدد كبير من المحافظات. هذا المشهد مش هو المشهد اللي الجزيره عارضه. الجزيره عارضه شيء تاني خالص، الجزيره شايفه شيء تاني خالص، الجزيره عينها مختلفه تماما. زي ما احنا بنعمل احنا هنا الحقيقه بنقول كل حاجه، بنقول انه ايوه ممكن يكون حصل اشتباكات في كرداسه، ايوه حصل اشتباكات في سوهاج، ايوه هنقول لكم دلجه بيحصل فيها ايه والمنيا بيحصل فيها ايه، ايوه حصل بعض التظاهرات في عين شمس، بنقول ده، لكن لا يمكن قياس اللي بيحصل ده بالمشهد الكلي. الجزيره بقى مش شايفه غير اللي زي اللي حكت عليه اميره، مش شايفه غير المشكلات، مش شايفه غير الضرب والقتل والحاجات الغريبه اللي هم بيتخيلوا. نشوف اقول لك حاجه، دي كانت ظاهره النهارده. انا قريت كده، عديت على كذا لجنه الاقي الستات الكبيره والمسنين، الست العظيمه الجميله اللي بترقص، المحجبه اللي بترقص. ايه الاسلام الجميل ده يا محمد؟ هو ده الاسلام اللي بنقول عليه. ست محتشمه ومحترمه واقفه بترقص فرحان. الست العظيمه الجميله اللي بترقص، المحجبه اللي بترقص. ايه الاسلام الجميل ده يا محمد؟ هو ده الاسلام اللي بنقول عليه. ست محتشمه ومحترمه واقفه بترقص فرحان. اعتقد بالعقل كده، هو ربنا عرفوه بايه؟ مش ربنا عرفوه بالعقل، صح؟ لحد دلوقتي للاسف اقبال كبير وناس كتير نزلت والناس كلها فرحانه. في ناس لحد دلوقتي لسه بتفكر تنزل وبتتحجج، يقعدوا انا بشوف ده، شفت ده، ناس قاعده بتتحجج، اللي تقول اصل انا عندي بيبي صغير ومش هينفع اخرج بيه، واللي بتقول اصل انا والله مش هقدر اخرج لوحدي، انا مستنيه مش عارف ايه بكره عشان نخرج. ما فيش الكلام ده. ولو خرجتي لوحدك مش هتتاكلي، لو خرجتي لوحدك في رجاله واقفه بتحميكي، لو خرجتي لوحدك في رجاله واقفه بتحميكي. احنا ليه هندي فرصة بقعدتنا في البيت؟ ليه ندي فرصة للإخوان إنهم يتكلموا ويقولوا ما كانش فيه إقبال؟ ليه ندي فرصة لكلاب الإخوان إنهم يحسوا إنهم نجحوا في إنهم يخوفونا من إننا ننزل ندي صوتنا لبلدنا؟ ليه؟ زي في المثل اللي بيقولوه، ليه نشمت فينا اللي يسوى واللي ما يسواش؟ ليه؟ كل واحدة لسه لحد دلوقتي ما نزلتش عقلها في راسها كده وتعرف خلاصها انها في الاخر نازلة عشان بلدها. وكل راجل قاعد في البيت او قاعد مع اصحابه على القهوة بيشيشوا، ولا قاعدين بيلعبوا طاولة، ولا قاعدين بيلعبوا دومنة، لسه في وقت. انزل وقف جنب بلدك. قعدتك في القهاوي وقعدتك يمين وشمال وقعدتك في البيت مش هتنفعك ولا هتنفع بلدك بحاجة. كفايانا قاعدة في البيت، كفايانا كسل، كفايانا تواكل، كفايانا نقول ما هي كده كده هتعدي. لا يا شاطر يا ناصح يا أذكى اخواتك، مش هتعدي. لو ما نزلتش مش هتعدي. لو ما نزلتش
مش هتعدي. أنا على الصبح كده عملت شكوى في اللجنة العليا للانتخابات، لأنه للأسف رئيس اللجنة اللي أنا بنتخب فيها مدرسة الأوقاف الثانوية بنات خان يونس، رئيس اللجنة قفل اللجنة وراح اختفى ساعة، والسيدات الفضليات قعدوا ملطوعين علشان بيصلي علشان بيصلي علشان بيصلي. والحقيقه يعني كل اللي بيصلوا بالسنه ما بناخدش الحقيقه الحمد لله من فضل الله، يعني ما نكملش 10 دقائق. ونفس القصه في اللجنه اللي جنب لجنه السيدات، هي لجنه رجال، 3 لجان رجالي ما فيش عليهم غير قاضي واحد وبيزهق الناس وبيشخط في الناس، واللجنه عندنا نفس الحكايه. فانا مش عارفه الحقيقه يعني هتفضل الاخوانه في الدوله لحد امتى؟ شفت ايه هناك؟ بدقن طويلة. راجل بدقن طويلة؟ وشفت ايه كمان؟ اتكلم. خوفني وقال لي سكلتك امك. سكلتك امك؟ اتنين بس يا استاذ اشرف بمشهد السيده تاني، مشهد هذه السيده المبتهجه لانها تعبر عن حاله الابتهاج التي تعيشها مصر اليوم. العربيات كلها بتعدي يا جماعه، حطوا الحاجات دي